السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتنا أكلاتنا اليومية. وحشتوني جدا، والنهاردة بقى راجعة بأكلة جميلة كلنا بنحبها. هنعمل إيه الجمبري الجميل ده؟ بمكرونة بالجمبري بالوايت صوص. ده الجمبري بتاعنا، وده الجمبري اللي أنا قشرته، وده القشر بتاعه اللي هو الراس بتاعتها برضو غسلتها وهنعملها شوربة. هنا أول حاجة كده جبت بصلاية يا دوبك بس بدبلها بتلات أربع معالق من الزيت كده، وبنزل عليها بقرن فلفل كده حامي. ما تخافيش طبعا من القرن ده، مش هيبان طعمه، يعني يا دوبك حاجه بسيطه كده، مش هيبقى حامي قوي. ونديله تشويحه كده، وانزل عليه بثلاث فصوص من التوم كده، وبنديلهم تشويحه حلوه كده. انا مش عايزه لونهم يتغير خالص، يا دوبك بس بياخدوا تتبيله كده على النار. وده الجمبري اللي انا قشرته، ده المتقشر كده بنحطه على التتبيله بتاعتنا الجميله دي. بس الوك بتاعي كان مضايقني، كل شويه قاعد بيميل على الجنب كده بس ايه، حلينا الموضوع برضه وكملنا شغل. إيه، حطيته بقى الجمبري على البصل والثوم والفلفل، واديته تقليبه كده حلوه. وهنا دي المكرونه بتاعت السلق، هنا دي الميه بتاعت السلق هسلق فيها المكرونه بالشكل ده كده. اي نوع مكرونه عندك ممكن تستعمليه في الطبق بتاعنا النهارده. إيه، انا مستعمله مكرونه اسباجيتي، ممكن تستعملي مكرونه عاديه، ممكن مكرونه اقلام. إيه، كله بيمشي. هنا بقى الجمبري بتاعي كده بدأ ياخد لون كده، ويبقى اللون الاحمر الجميل ده كده بتاعه، والريحه بتاعته بقى جميله. هحط بقى هنا التوابل بتاعتنا: ملح وفلفل وكمون وكزبره. مش بحط حاجات كتير، ولا عشان ايه، نحس بطعم الجمبري بتاعنا كده ما يغيرش مع كتر التوابل. تمام بقى بالشكل ده كده، وبياخدوا ايه تقليبه كده على النار صغيره، مش كتير، ما بنكترش عليه على النار. وطبعا ده الحجم بتاعه كبير شويه، فممكن ان احنا ايه نسيبه 3 4 دقايق كده على النار. انما لو جمبري صغير ما بياخدش دقيقتين وتشيليه، ما تطولش عليه. كده خلاص بقى الجمبري بتاعنا خلاص اتشوح بالشكل ده كده مع البصل والتوابل، بقى بالجمال ده كده، طعمه وريحته فظيع ما شاء الله. هنبدأ دلوقتي، عايزة اعمل الجمبري بتاعنا الجميل ده، هنسلقه، اللي هو اللي انا مقشرتوش ده هنسلقه عشان يطلع لنا احلى شوربة. إيه، حطيت هنا بقى في الحلة دي بصلاية كده وقرن فلفل عادي مش حامي، يعني زي ما تحبي، لو عايزاه عادي او حامي زي ما تحبي. وده الجمبري بتاعنا اهو بالشكل ده كده. طبعا غسلته قبل كل حاجة، لازم بيتغسل. وشلت منه الكيس الرملي ده لازم. الكيس الرملي ده مش كويس جدا وبيعمل حصاوي ولازم يتشال. حطيته بقى على النار بالشكل ده كده، وبنديله تقليبه بقى ايه مع مع البصل والفلفل. وبننزل بقى بالكمون وكزبره والملح وفلفل اسود، بس ما نكترش عليهم كده. تمام قوي، بيعمل طعم تحفه، ويفضل الطعم الجمبري موجود ومحتفظ بطعمه كده. مش كتر التوابل هي اللي بتغير الطعم، كتر التوابل بتغير الطعم وتحس ان هو حاجه تانية. لا، تاكلي جمبري جمبري، ما تكتريش عليه في التوابل بالشكل ده كده. ونديله تقليبه بقى، والمكرونه بتاعتنا بتتسلق. تمام كده. بسم الله ما شاء الله، أكلة جميلة جدا هتعجبكم. والطريقة بتاعتنا جميلة جدا النهاردة. اللي مش بيحب الجمبري هيحبه، اللي مش بيحب المكرونة هياكلها. ده طبعا الراس بتاعت الجمبري اللي أنا مقشراه، هنعمل برضك منه شوربة، مش هنرميه، احنا لازم نستفاد من الجمبري النهاردة بأشد الاستفادة. ده الراس بتاعت الجمبري، أنا غسلتها برضك وعاملاها بالليمون والدقيق. وبناخدها برضو كده بمعلقتين زيت وبصلايه وفلفلايه، وبنشوحها بالشكل ده كده زي الجمبري. بس انا ما حطيتهمش على بعض، كل واحد كده لوحده، عشان كل واحد ايه نشوف طعمه ونشوف ان هو زي يعني ده زي ده ولا لا. ده خلاص كده. حطيت هنا طماطمايه هنا وطماطمايه على الراس بتاعت الجمبري. تمام كده.
برضو كده نديله تشويحة كده وتقليبة، ونحط له برضو البهارات بتاعتنا على الراس بتاعت الجمبري دي، برضو بنفس التوابل. يعني برضو هنحط الكمون وكزبرة والملح والفلفل بس، مش اكتر من كده. تمام بقى بالشكل ده كده. ما اقولكوش بقى الريحة كانت طالعة عاملة ازاي. الريحة جميلة جدا. كده خلاص بقى، ده بدأ خلاص الشوح، يعني خد له كده دقيقة على النار بالشكل ده كده تشويح. بنزل بقى عليه بالمية الجميلة بتاعتنا دي بقى عشان يطلع لنا أحلى شوربة بالشكل ده كده، وبغطي عليه خلاص. وده خلاص بقى ايه بدأ يلون معانا هون ولونه بيتغير. خلاص كده اتشوح تمام. هبدأ هنا بقى، جبت الوok بتاعي ده وحطيت فيه حوالي 4 5 معالق من الزيت، عشان نعمل طبعا البشاميل بتاعنا او الوايت صوص بتاعنا. حطيت هنا بقى الزيت، وهحط معلقتين من السمنة، وهنزل عليهم ب5 معالق من الدقيق بالشكل ده كده، واشوح الدقيق بتاعنا كويس مع المادة الدهنية بتاعتنا بالشكل ده كده. لازم تشمي ريحة الدقيق كده وهو بيتشوح. تمام بالشكل الجميل ده كده. خلاص هشيل الاسباتيولا بقى، وجبت المضرب، وعندي كيلو من اللبن هنزل بيه على الدقيق بتاعنا ده. شايفين الوok بتاعي قاعد بيتحرك من على البوتاجاز بالشكل ده كده. نزلنا بقى باللبن كله، وبقلب بقى على اللبن بتاعنا كده مع الدقيق. وهنا خلاص الجمبري ده بقى تمام كده. هنزل عليه بالمية واسيبه برضو كده يستوى ايه مع نفسه. والبشاميل بتاعنا كده بنقلب على طول باستمرار كده لحد ما يبقى بالشكل ده كده. انا لقيته كده تقيل شوية، قلت ايه هنحط عليه كوباية من الشوربة بتاعتنا دي. ما تعرفوش اول ما حطيت بقى ايه الشوربة دي على البشاميل، غيرت البشاميل خالص، نقلته لدرجة تانية، يعني حتة تانية خالص. طعم البشاميل اختلف جدا مع كوباية الشوربة اللي انا حطيتها دي بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله بقى، لو دقتي بقى البشاميل حاجة تانية خالص. هنا بقى البشاميل بتاعنا بقى تمام. حطيت معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الاسود. البشاميل شايفين بقى لا تقيل ولا خفيف، بالسمك ده. هنزل بقى كده بالجمبري، ياخد له تقليبة كده مع البشاميل بتاعنا ويتطعم بيه كده. والمكرونة بتاعتنا الجميلة، هي دي المكرونة بتاعتنا، هنزل بيها على البشاميل والجمبري، وبناخده تقليبة كده مع بعضها. بجيب بقى الطاجن اللي هيدخل الفرن. شايفين الشكل؟ هي ممكن تتاكل كده تحفة. ممكن تتاكل كده جميلة جدا. الطاجن بتاعنا هندخله بقى الفرن بالشكل ده كده، واكون مولعة بقى الفرن على درجة حرارة 180 من تحت ومن فوق. انا كنت مولعة من الاتنين عشان كنت اتأخرنا وعايزين ناكل بقى بجد. الوش بتاعه اتحمر واستوى برضك من تحت كده. شايفين بقى الشكل الجميل ده؟ هيطلع بقى من الفرن حكاية. شايفين ايه الجمال ده؟ شكل القمر ده. انا قسمته على الطاجنين ده، يعني انا عملته في الصينيه البايركس دي وفي الطاجن قسمته كده، قلت عشان ياخد راحته ويغلي كده، كان ممكن يوقع في الفرن او حاجه، فانا قلت اقسمه على الصينيه البايركس. وده شوربه الجمبري بتاعنا، الجمبري الجميل، وده الشوربه بتاعت الراس. مفيش اي فرق بينهم خالص، نفس الطعم وجميله جدا. وده طبق مكرونه عملته برضو جنبها. شايفين بقى الطاجن بتاعنا تحفه. جميل جدا. شايفين؟ أكاد من فرط الجمال أدوب. إيه الجمال ده؟ ما شاء الله. الجمبري بالمكرونة وايت صوص حاجة تحفة. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ حاجة جديدة طبعا، وبنغير من شكل الأكل ومن طعم الأكل عشان الولاد ياكلوا ويحبوا الحاجات دي طبعا وياكلوها. جميلة جدا، لو جربتوها تعجبكم. شايفين الجمال؟ شايفين؟ ما شاء الله.
لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.